الظلام بظلاله ولم تكتمل فرحة العيد. 5 أفراد من عائلات مختلفة جمعهم السفر لقضاء عيد الأضحى مع ذويهم، لكن السفر توقف عند مدخل طرفاية حيث وقعت الواقعة، وتفاصيلها يرويها الناجون من الحادث. أنا كنت راكب اللور، واحد شوية ساهت بيا عيني حتى كنسمع سمعت طرطلق، ضربتني الفيقة، كنلقى الطونوبيل كلشي مبغج، تلفت الباب، ما شعرتش وقتاش ضربت الباب، حليته وخرجت. وغادي بالسرعة، وغادي 150 باش غادي، ومازال يمشي لأكادير، من أكادير يطلع للصويرة، وعاد يجيب مرتو وعاد يعيدو في أكادير. علاش غادي بالسرعة 150 140. هم 5 مغاربة توفي منهم 3 أفراد بعد اصطدام سيارتهم بأخرى كان على متنها شخصين من جنسية هولندية قدموا من طنطان في اتجاه مدينة العيون، لكن الوصول إلى العيون كان بطريقة مختلفة على متن سيارة إسعاف. للأسف استقبلت مستعجلة مولاي الحسن بالمهدي صباح هذا اليوم على الساعة تقريبا 2 صباحا حالة حادثة السير التي وقعت على الطريق الرابط ما بين مدينة العيون وطرفاية، حيث استقبلت 4 حالات، منهم 2 الحالات كانوا في حالة حرجة. وإن كانت الإحصائية الأخيرة أفادت أن حوادث السير تراجعت بنسبة 16%، فإن الأحداث تعكس ما سلف، حيث لا تزال رؤوس المغاربة تتشظى بالآلاف.